ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. يا رب يكون اخر فيديو انا عملته وعجبكم الميك اب اللي انا كنت عاملاه فيه. ساعتها عملنا لوك خليجي كده رقيق وبسيط، مش صعب خالص. هو مش خليجي قوي، بس يشبه للوكات الخليجية. لكن اللوكات الخليجية بتكون يعني اقوى شوية وفيها جرؤة اكتر. فيا رب يكون عجبكم اللوك الاخير اللي انا عملته. شكرا للناس الجديده اللي اشتركت في القناه، وشكرا للناس الجميله الذوق اللي بتكتب لي كومنت حلو تحت في التعليقات. بحبكم جدا. النهارده بقى هنتكلم عن اهم مشكله بتواجهنا كلنا، هي المشكله بتاعه الكونسيلر لما بيقلب معانا برمادي، ومشكله الفاونديشن لما بيغير معانا. تابعوا معايا الفيديو عشان هنفهم خطوات وتريكات، وهنتعلم حاجات بسيطه وسهله هتنفعنا لما نيجي نحط الكونسيلر ولما نيجي نحط الفاونديشن. متنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الاشتراك اللي تحت وتفعلوا الجرس عشان اول ما انزل فيديو يوصل لكم، وتحطوا لي كومنت حلو. يلا نبدا الفيديو. نتكلم عن اول حاجه وهي الكونسيلر. بشوف بنات كتير جدا بتشتكي ان الكونسيلر بيقلب معاها برمادي في منطقه تحت العين. يعني بعد ما بيحطوا الكونسيلر بيلاقوا ان منطقه تحت العين بقى لونها رمادي. ده نتيجة انك انتي عندك هالات سودة او هالات غامقة جدا في منطقة تحت العين، وبتحطي فوقها دايركت الكونسيلر، فده بيخليها تتقلب لرمادي. مش عامله لها كوريكت وبعد كده حطيتي درجة الكونسيلر بتاعتك. تاني حاجة، انتي مستخدمة درجة كونسيلر غلط، يعني مش مستخدمة درجة الكونسيلر اللي مناسبة ليكي. تالت حاجة، اللي انتي بتجيبي برودكت نوعه مش حلو. يعني في، حتى لو انت جايبه درجتك، في انواع نازله في السوق رديئه، فالشيد بتاعتها ما بتبقاش زي ما انت عايزاها، فلما بتشتريها وبتحطيها تحت عينيكي بتبهدلك الدنيا. ممكن تخطط، لو عندك خطوط تحت العين هتظهرها لك اكتر، ممكن تشقق، ممكن تقلب برمادي حتى لو انت مختاره اصلا درجه مناسبه ليكي. فعلشان منطقة تحت العين ما تبقاش معاكي لونها رمادي من الكونسيلر، اول حاجة تختاري الشيد المناسبة او الدرجة المناسبة ليكي لبشرتك. تاني حاجة، لو انت عندك هالات سودة او هالات غامقة منطقة العين، لازم تكوني عاملة لها كوريكت، علشان لو انت حطيتي الكونسيلر على طول على الهالات هتبقى معاكي قلبت برمادي. طيب اعمل ايه علشان الكونسيلر ما يبقاش معايا رمادي؟ انت دلوقتي لو عندك هالات تحت عينيكي ومحتاجه ان انت تداريها بالكونسيلر، اولا في انواع طبيه من الكونسيلر، خصوصا لو انت في الجامعه نازله الشغل بتنزلي كتير او بتنزلي كل يوم وبتحتاجي ان انت كل يوم تحطي كونسيلر. فما انصحكيش ابدا ان انت تستخدمي الكونسيلر بتاع الميك اب، لان الحاجات دي بتاثر على البشره على المدى البعيد. فما انصحكيش خالص ان انت تستخدمي البرودكت اللي احنا بنستخدمه في الميك اب، خصوصا لو البرودكت اللي انت تستخدميه دون فول كفر، لان الحاجات الفول كفر دي بتبقى التغطيه بتاعتها عاليه وبتبقى مؤذيه على البشره، فعلشان كده ما بيتنصحش ان هي تتحط كل يوم. فاللي تجيبي حاجه استخدام يومي تكون خفيفه، عندك مثلا زي ميبلين فيتمي، في حاجات بتبقى خفيفه ممكن تحطيها عادي، وفي حاجات بتبقى طبية ممكن تجيبيها من الصيدلية، بتكون أسعارها غالية شوية، بس في نفس الوقت مش هتأذيلك بشرتك ومش هتضايقك. طيب تعملي ايه بقى في الهالات اللي بتخلي الكونسيلر يقلب معاكي لرمادي بعد ما بتحطيها؟ طبعا لازم تستخدمي الكوريكت. اول حاجه بتستخدمي الكوريكت اللي هو الاورنج، سواء اللاجيرل سواء كيلولان سواء اي نوع كوريكت اورنج موجود عندك في البيت. تبتدي اللي انت تحطي الكوريكت دون حوالين العين وتدمجيه كويس بسبونجة صغيرة او ببراش صغيرة، وبعد كده تحطي الكونسيلر بتاعك عليها. طيب انا ممكن لو حطيت الكونسيلر فوق الكوريكت الاورنج ممكن يتقلب معايا البينك. طب اعمل ايه عشان ما يتقلبش الكونسيلر معايا للون بينك مطرح ما انا كنت حاطه الكوريكت الاورنج؟ ممكن عادي جدا تجيبي شوية لوز باودر صغيرين جدا شفافة، وتبتدي اللي انتي تطبطبي على الكوريكت الاورنج اللي انتي حطيتيه، وبعد كده تفردي الكونسيلر. ده مش هيخلي الكونسيلر معاكي يقلب رمادي ولا يقلب اورنج مطرح الكوريكت الاورنج اللي انتي كنتي حطاه، يقلب معاكي بينك. فانتي لو عندك هالات سودا قوية انصحك اللي انتي كمان ما تستخدميش. يعني انا بشوف ناس الصبح يعني حرفيا بتبقى الحتة دي عندهم رمادي،
يعني لان هما كمان وبتبقى منوره، يعني رمادي وفي نور. يعني انتوا حتى لو تلاحظوا في ناس كده بتنزل الصبح بتجيب درجه كونسيلر فاتحه قوي، لدرجه ان هما بيبقوا ماشيين الصبح في الشارع بتبقى منطقه حوالين العين دي منوره وباقي الوش غامق. فانا مش فاهمه ايه يعني يعني كويس في ده. ليه بتختاري درجة كونسيلر فاتحة قوي؟ يعني في ناس بتفتكر ان درجة الكونسيلر اللي تبقى فاتحة قوي اوفر دي هتفتح لها منطقة تحت العين. بالعكس خالص تماما، ده يبقى اولا شكلها غير لون البشرة، خصوصا لو انت حاطة كونسيلر بس مش حاطة فاونديشن. يعني لو انت حاطة فاونديشن بس وكونسيلر فاتح ماشي، يعني انت الكونسيلر غامق فحبيتي تفتحيه سوري الفاونديشن غامق، حبيتي ان انت تفتحيه بكونسيلر عادي مفيش مشكله. لكن انك تبقي حاطه كونسيلر فاتح قوي على بشره من غير فاونديشن، يبقى تحت العين درجه والبشره كلها درجه، ده بيبقى شكله بشع جدا خصوصا بالنهار وبيقلب معاكي رمادي. فعايزه ان انت تختاري درجه تكون كويسه، خليكي في البيجات علشان الكونسيلر معاكي ما يقلبش رمادي. وبلاش الكونسيلر الفاتح قوي ده. الكونسيلر الفاتح قوي ده احنا بنستخدمه كاضاءه مع الكوريكت مع الكونتور مع الفاونديشن، بنبرز بيه المناطق اللي احنا عايزين نبرزها، بننور بيه المناطق اللي احنا عايزين ننورها. لكن مش بنحط دايركت تحت العين من غير فاونديشن. ده هيخلي شكلك وحش جدا، هيخلي شكلك فيك، هيخلي شكلك ملفت للنظر ان منطقة واحدة بس اللي في بشرتك هي اللي منورة وباقي البشرة غامق. فما انصحكيش ابدا ان انت تختاري درجة كونسيلر تكون فاتحة جدا جدا عليكي وبيتهيألك ان ده هيفتح لك منطقة تحت العين. ان انت تختاري درجة كونسيلر تكون على بيجات، بلاش اللايت، بلاش الحاجات الفاتحة قوي في الكونسيلر. لو انت عندك هالات زي ما قلنا بتحطي كوريكت اللي هو الاورنج، سواء لاجيرل او اي انواع تانية او اي يكون، مش شرط على فكرة يكون كوريكت الاورنج. ممكن على فكرة لو انت عندك كونسيلر يكون غامق شوية او مقرنج فيه سنة قرناجة شوية، ممكن تحطيه عادي على الهالات بتاعتك وبعد كده تفردي الكونسيلر اللي انت متعودة عليه. وطبعا لون الهالات بيختلف بدرجة الكوريكت اللي انت هتحطيه. يعني انت لو درجة الهالات عندك غامقة قوي فده هتحطي كوريكت اورنج. لو الهالات افتح شوية بتحطي كوريكت او كونسيلر افتح شوية. ممكن تحطي في البيجات، يعني الناس اللي هي البيضة قوي وبيكون عندهم هالات غامقة شوية عن لون بشرتهم، دول بنستخدم لهم الكونسيلر او الكوريكت اللي هو بيج شويه مدي على سنه قرنجه، مش شرط الكوريكت الصريح الاورنج. يا رب تكون وصلت لكم المعلومه وفهمتوا انا قصدي ايه. فياريت تختاري درجة الكونسيلر المناسبة ليكي، ياريت تختاريها على بيجات، بلاش الكونسيلر اللايت قوي. اللايت قوي ده استخدميه مع الفاونديشن. لكن لو انتي نازلة الصبح رايحة شغل، نازلة قاعدة في البيت حتى ومحتاجين تحطي كونسيلر تدي ريفرش كده لمنطقة تحت العين، فخليكي في البيجات شوية. وانصحك كمان لو انتي بتنزلي بالنهار وبتنزلي كل يوم سواء الجامعة سواء الشغل ايا كان نزولك كل يوم، ما انصحكيش ابدا ان انت تستخدمي كونسيلر يكون فول كفرج ان هو يزيلك وبشرتك على المدى البعيد، لان الحاجات دي بيظهر تاثيرها على المدى البعيد. انصحك ان انت تستخدمي كونسيلر طبي في تقريبا ديرما، كونسيلر اسمه ديرما تقريبا بشوفه ناس كتير بتعمل عليه ريفيو، هو طبي. فانت ممكن تجيبيه وممكن تروحي صيدليه زي الصيدليات الكبيره تسالي ايه الكونسيلر الطبي اللي يعالج وان يخلي شكل منطقه تحت العين رقيق ويديها ريفرش، واللي يخلي كمان الكونسيلر بتاعك يخطط او يعمل قشور لمنطقه تحت العين. يعني في ناس كتير قوي بتشتكي انا بعد ما حطيت الكونسيلر تحت عيني عمل خطوط، انا بعد ما حطيت الكونسيلر عمل قشور. دون انت مش مرطبه منطقه تحت العين. انا اتكلمت قبل كده عن المرطبات اللي تحت العين، هتلاقوها عندكم في قائمه التشغيل. انا عامله تقريبا 3 فيديوهات، في فيديو منهم انا متكلمه عن المنتجات المرطبات، هتلاقوني متكلمه عن المرطبات الكويسه اللي تحت العين. ده معناه ان انت مش مرطبه تحت العين كويس. لو انت عامله فول ميك اب لازم ترطبي منطقه تحت العين. في مرطبات بتقلل شويه من المسام، يعني بيبقى فيها نسبه سيليكون بتملى المسام، بتملى الخطوط، بيبقى فيها نسبه سيليكون بسيطه بتملى لك الخطوط اللي تحت العين، بحيث ان انت لما تيجي تفردي الكونسيلر ما يعملش معاكي خطوط.
تاني حاجه اللي تخلي الكونسيلر يخطط معاكي تحت العين، اللي انت بتبقي مستخدمه كميه كبيره او في الفرشه او في الاسبونجه اللي انت بتستخدميها. يعني تاخدي كميه كبيره جدا وتفرديها تحت العين، ده هيخلي الكونسيلر يتكون في مكان معين ويعمل لك خطوط. علشان الكونسيلر ما يعملش معاكي خطوط تستخدمي كميات قليله. عيني محمره مش عارفه ليه من الاضاءه، عيني محمره معلش. فتستخدمي كميات قليله من الكونسيلر وانتي بتفرديها تحت عينيكي، علشان ما يتكومش كله في حته ويعمل لك خطوط. وكمان ترطبي منطقه تحت العين، عندك ايفا ترطيب العين، عندك لوريال، عندك نوتروجينا، عندك ايه تاني، عندك كيلز، بس كيلز غالي شويه. في مرطبات حلوه جدا وكتيره جدا لمنطقه تحت العين، لان في ناس كمان تحت العين عندها بيبقى مقشر، وفوق العين كمان بيبقى عامل قشور. فلما تيجي تحطي عليه طبقه الكونسيلر وتثبتي بلوز باودر، او حتى لو حطيتي الاي شادو، هتلاقي فيه قشور ظهرت معاكي. فانت ترطبي منطقه تحت العين وفوق العين بمرطب كويس قبل ما تفردي الكونسيلر، ده هيخليها ما تعملش قشور. وعلشان ما يخططش معاكي الكونسيلر، تستخدمي كميات قليله من الكونسيلر بتاعك، تاخدي شويه على ايديكي بالاسبونجه، وبعد كده تفردي كويس. احتجتي تاني زودي، لكن ما تاخديش دايركت بالفرشه اللي بتكون موجوده في الكونسيلر تحت عينيك على طول. اما تحرصي ان انت تاخدي كميه قليله عشان ما يتكلكعش كله في مكان معين ويعمل لك خطوط تحت العين. وطبعا بنثبت باللوز باودر مره واتنين وتلاته قبل، يعني بعد ما بنخلص الكونسيلر بنثبت كتير عشان ما يخططش معاكي. وقبل ما بنثبت باللوز باودر بندمجه كويس جدا عشان نتاكد ان هو مشي تماما من على الخطوط ومش سايب اي اثر للخطوط. وبعد كده اثبت عليه باللوز باودر، ما ثبتش عليه على طول وهو عامل خطوط، بدمجها الاول قبل ما اثبت عليها. كده تمام بالنسبه للكونسيلر. نيجي بقى للفاونديشن. الفاونديشن ناس كتير برضو بتشتكي ان الفاونديشن بيجير، الفاونديشن بيقشر، الفاونديشن بيأكسد، الفاونديشن كان على مط قوي على البشره وكان بيندمج بصعوبه رهيبه. كل دي حاجات مهمه جدا جدا انك تعرفيها قبل ما تشتري الفاونديشن بتاعك. مثلا واحده زيي انا بشرتي، بصوا انا مش حاطه اي هايلايتر في وشي، انا حرفيا بصحى من النوم الاقي بشرتي بتطلع زيت، فده بشره دهنيه. ما جيش استخدم على البشره الدهنيه دي فاونديشن يكون دهني او فاونديشن يكون فيه زيوت. مينفعش البشره الدهنيه استخدم لها فاونديشن زي ما قلت لكم يكون دهني او يكون فيه زيوت او يكون تقيل. البشره الدهنيه دي لازم اختار لها فاونديشن يكون مط، يديني احساس المط. زي اوفيس، يعني انا اوفيس استخدمته على البشره الجافه واستخدمته على البشره الدهنيه، ما عجبنيش نهائي على البشره الجافه، حسيته ان هو تقيل او حسيته ان هو بيندمج بصعوبه او بينشف بصعوبه على البشره الجافه. حسيته ان هو احلى على البشره الدهنيه. برضو في فاونديشن بتاع بورجوا هيرت ماكس، انا ما حسيتوش ابدا على البشره الدهنيه، حبيته اكتر للبشره الجافه واصلا مخصص للبشره الجافه. في هدى بيوتي، هدى بيوتي ما ينفعش تروحي تحطيه على بشره جافه لان هو اصلا مط وبيندمج بصعوبه، فما ينفعش تروحي تحطيه على بشره جافه، ده هيخلي دمجه صعب جدا لانه مخصص للبشره الدهنيه. ليه؟ لان هو الافكت بتاعه او الفورمولا بتاعته مط. فانتي البشره الدهنيه لازم تختاري لها فاونديشن يكون مط، يديكي احساس المط، ما يكونش مدهن، ما يكونش فيه زيوت، ما يكونش اويلي قوي، علشان الدنيا معاكي ما تبقاش اوفر دهون. مع البشره الدهنيه كمان الدنيا معاكي ما تبقاش اوفر دهون. كذلك برضو في البشره الجافه، ما تروحيش تختاري في البشره الجافه فاونديشن مط زي ما قلت لكم زي اوفيس زي هدى بيوتي. ما ينفعش تروحي تختاري فاونديشن مط على البشره الجافه خالص، ده هيبقى صعب قوي معاكي ان البشره تندمج. ده لازم له فاونديشن يكون اويلي او في نسبة ترطيب عالية او في يعني زيت او دهني، من الاخر يكون فاونديشن دهني. دي معلومة. تاني معلومة، الترطيب. الترطيب مش هيخلي، خصوصا كمان السكين كير اللي قبل الفرح بفترة، يعني مثلا ب10 15 يوم، الاهتمام ببشرتك قبل المناسبة، مش يوم المناسبة بس تيجي ترطبيها، لا، ما هي البشرة كده مش هتلحق تاخد حقها.
ترطبي بشرتك وتهتمي بيها قبل المناسبة ب10 ل15 يوم. ده عامل اساسي جدا جدا انه يخلي البشرة طالعة سموزي ورقيقة وشكلها حلو جدا وصافية في الفاونديشن. الترطيب الكويس قبل الميك اب ده برضو مش هيخلي الفاونديشن بيجير معاكي. ليه الفاونديشن بيجير معاكي؟ علشان انتي مستخدمة نوع رديء، مش نوع كويس، حتى لو دراج ستور بس نوع كويس. مستخدمة درجة غلط، مش مرطبة بشرتك كويس، مش مختارة النوع الصح لبشرتك سواء جافة او دهنية. فده هيخلي الفاونديشن يروح معاكي في حتة تانية خالص. على فكرة انت لو جايبة اغلى انواع الفاونديشن بس مختارة النوع للبشرة غلط، مختارة الدرجة الغلط، ده هيخلي الفاونديشن معاكي يروح لحتة تانية. حتى لو انت مختارة اغلى انواع الفاونديشن ده هيخليه يروح لحتة تانية لو انتي مش ماشية على الاساسيات الصح اللي هي تطلع الفاونديشن معاكي في الاخر بيرفكت، وتطلع الفاونديشن بتاعك ناعم وسموزي وشكله شيك جدا وحلو جدا على البشرة. فاللي يخلي الفاونديشن معاكي حلو تختاري النوع الكويس، حتى لو دراج ستور تشوفي عنه ريفيوهات، تسمعي عنه ريفيوهات، تسألي قبل ما تشتريه، تشوفي نوع بشرتك ايه سواء جافة دهنية مختلطة، وتجيبي الفاونديشن المخصص ليها. كذلك برضو في الترطيب تجيبي الترطيب المخصص للبشرة اللي انت هتشتغلي عليها سواء دهنية او جافة او مختلطة. وعلى فكرة البشرة الدهنية في ناس كتير تقولك لا، ده البشرة الدهنية مش لازم ان انت تترطب، هي اصلا بتفرز دهون فبترطب نفسها. مفيش الكلام دون. اسألي اي دكتور جلدية او دكتور تجميل هيقولك المعلومة دي مش صحيحة. البشرة الدهنية بتحتاج ان هي تترطب زيها زي البشرة الجافة، بس بالمرطب الصالح ليها، يعني بالمرطب المخصص للبشرة الدهنية اللي بيكون خفيف، ما يكونش تقيل، ما يكونش دهني، لكن بتحتاج عادي جدا ان هي تترطب بس للمرطب المخصص ليها. معلومة كمان بالنسبة لمشاكل الفاونديشن اللي بتواجهنا، ناس كتير بعد ما بتحط الفاونديشن تقولك ده قلب معايا بينك، يعني مع اني مختارة درجة عادي جدا وكويسة وكل حاجة تمام، بس اتقلب معايا في الاخر لبينك او بقى فيه سنة روز. ده معناه اللي انتي فاردة الفاونديشن بتاعك على كمية كبيرة جدا من الكوريكتور. يعني حتى كوريكتور اورنج سواء هنا سواء هنا سواء هنا في اي منطقة فيها هالات او تصبغات عندك في البشرة، فاردة كمية كبيرة من الكوريكتور ومش عاملاله بلند كويس، مش عاملاله دمج كويس، مش مدياله راحته تماما في الدمج، وفردت عليه الفاونديشن، فالفاونديشن قلب معاكي بلون روز او لون بينك شويه. تعملي ايه عشان ما يعملش معاكي كده؟ بعد ما تحطي الكوريكت بتاعك على التصبغات اللي في البشره والهالات، تتاكدي ان انت شلتي الزيادات بالبيوتي بلندر، وتاكدي ان انت دمجتيه كويس جدا ووزعتيه على البشره وعلى الاماكن اللي انت محتاجه ان انت تعملي عليها تغطيه اللي فيها يعني تصبغات او فيها هالات. بعد كده في تركايه، ممكن تجيبي كميه زي ما قلت لكم برده في العين، كميه من اللوز باودر قليله، الروز باودر الشفافه، وتبتدي ان انت تمشي عليها ببراش كده على خفيف، وبعد كده تفردي عليها الفاونديشن. ما تخافيش، انا جربت التركايه دي، كنت متعلماها من الكورس اللي انا خدته وجربتها كتير. ما تخافيش، مش هتعمل كلكعه ومش هتكلكع معاكي، دي بتعمل كنترول بين الكوريكت وبين الفاونديشن عشان ما يقلبش معاكي بروز. بالنسبه للناس اللي بتكون سمرة وانا محتاجه اللي انا افتحها، طيب انا هفتحها ازاي؟ ما انا لو حطيت الفاونديشن على لون بشرتها الاساسي من غير ما اعمل فاصل، طب ما هو ده هيقلب معايا برضو بدرجه رمادي او بتجيره او باي لون مش لطيف للفاونديشن حتى لو كان نوعه غالي جدا. هعمل ايه؟ هبتدي ان انا احط في بشرتها كلها كوريكت واعمل له بلند كويس جدا بالبيوتي بلندر او بالبرش، واشيل الزيادات. اهم حاجه تشيلي الزيادات بالبيوتي بلندر، وبعد كده تبتدي اللي انت تحطي كونسيلر درجه غامقه على بيجات مثلا شويه منطقه حوالين العين حوالين الشفايف، وتعملي له بلند كويس جدا. وبعد كده تحطي الفاونديشن الفاتح قوي اللي انت عايزه تفتحي بيه درجه البشره، وده ما بيطلبش كتير بس انا قلت اقول لكم المعلومه دي. بعد كده تحطي الفاونديشن بتاعك وتدمجيه على البشره وتبتدي تشتغلي عادي جدا، يبقى انت كده فتحتي البشره. ما ينفعش تفتحي البشره قوي على لونها للبنت السمراء، يعني البنت السمراء ما ينفعش على طول دايركت تحطي
الفاونديشن الفاتح مره واحده كده على البشره من غير ما تعملي تغطيه كامله بالكوريكت الاورنج على البشره كلها. وبعد كده تستخدمي درجه كونسيلر تكون على بيش شويه مش فاتحه، على بيش شويه منطقه حوالين العين ومنطقه حوالين الشفايف. وبعد كده تبتدي ان انت تحطي الفاونديشن بتاعك عشان ما يحصلش تجيير، عشان ما يحصلش لون رمادي، عشان ما يحصلش افكت مش لطيف في الاخر انت مش حباه. تاني حاجة معلومة كمان للمشاكل للفاونديشن، ناس كتير بتقول ان الفاونديشن بيشقق معاها بعد ما تحط مثلا، او بعد ما العروسة او البنت اللي انت عملت لها ميك اب، او انت شخصيا بعد ما نزلت من البيت رحتي مشوارك لقيتي ان الفاونديشن بتاعك ابتدى ان هو يفصل، او ابتدى ان هو يشقق من على البشرة بتاعتك. ده معناه ان انتي اولا مختاره النوع مش مناسب مع البشره اللي انتي بتشتغلي عليها. ثانيا مكتره كميات، في ناس بشوفها بتحط كميات حاجات مهوله على البشره، وكريمي كريمي كريمي وحاجات كتير قوي، وبتقعد تحط في حاجات كتير جدا. ده نتيجته مش لطيفه. يعني انا في مره كنت مع ميك اب ارتست، تقريبا كنا في 2019 وكان عندي فرح، وكنا في الصيف، وكنت رحت للميك اب ارتست وعملت لي الميك اب بتاعي، حطيت لي حاجات كتير قوي على بشرتي، كان شكلي حلو وتمام وكل حاجه مظبوطه، وكان شكل بشرتي حلو جدا. رحت الفرح ابتدى الميك اب يفصل من هنا ويفصل من هنا ويفصل من هنا، لانها حطيت لي كميه حاجات، خصوصا ان انا بشرتي دهنيه، وبتبقى دهنيه اوفر في الصيف، بتبقى بتفرز دهون عاليه جدا في الصيف. حرفيا الفاونديشن اتدمر مني على الاخر. فانا منصحكيش ان انت تكتري كميات نهائيا، ده هيأذي الفينش، هيأذي شكل الفاونديشن، هيأذي شكل الميك اب حتى لو انت مستخدمه حاجات براندات، فهيخلي النتيجه معاكي الاخيره مش احسن حاجه. فانا بنصحك ان انت تحاولي على قد ما تقدري اللي انت تقللي في الكميات اللي انت بتشتغلي بيها علشان الفينش معاكي يطلع كويس. وزي ما قلت لكم ان اهم حاجه الترطيب، ان انت تكوني مرطبه البشره كويس جدا ومديها حقها في الترطيب، مديه حقها في الدمج، سواء كونسيلر كوريكت فاونديشن تثبيت، واهم حاجه التثبيت، وتدي لكل حاجه حقها وكل حاجه وقتها. ما تستعجليش ابدا في الدمج، ما تستعجليش ابدا في ان انت تدمجي البشره، سواء لوز باودر كومباكت باودر كونسيلر فاونديشن كوريكت، تدي لكل حاجه حقها. كمان في الترطيب، جافة رطبيها كويس جدا، دهنية رطبيها كويس جدا بالمرطب الصالح للبشرة الدهنية، اللي ما يبقاش تقيل وما يبقاش اويلي قوي اللي هو يسيب اثر دهني معاكي. دي كل المشاكل اللي البنات بتواجهها في الميك اب ومحتاجة ان هي تسأل عنها كتير. يا رب يكون الفيديو عجبكم. هو فيديو قصير شوية، حبيت ان انا الملكوا فيه معلومات مهمة واساسية، سواء في الفاونديشن او في الكونسيلر. بنات كتير قوي بتشتكي ان الكونسيلر معاها بيقلب رمادي المنطقة تحت العين. عرفنا نعمل ايه، نختار الدرجة، نختار النوع، ما نختارش ابدا ابدا لو استخدام يومي كونسيلر يكون تقيل وفور كفرج، لان ده هيأذينا على المدى البعيد. نختار كونسيلر طبي او كونسيلر خفيف زي فيتمي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا لايك وتكتبوا لي كومنت حلو وتشجعوني. بحبكم جدا، باي باي.